نحن هنا في جبل المكبر. هذه المنطقة كلها بتتصل مع المباني هاي مع سلوان. This سلوان. From here you can see all سلوان. كلها بيوت مخالفة وفي معهم أوامر لهدم البيوت. البيوت اللي جنبنا البيوت الإسرائيلية هاي كلها بيسمحوا لهم يبنوا، بالنسبة لنا ما بيسمحوا لنا نبني في منطقتنا. مثل ما شفتوا في جبل المكبر في الجهة الأخرى برضو بيبنوا مستعمرة، يعني بتكون في عندك بيوت عربية بدل ما يخلوا تواصل بين بيوت وبيوت في منطقة القدس بتكون في عندك كتلة بيوت عربية بيبنوا جنبها يهود بحطوا إسرائيليين، بالإضافة للجدار اللي هو شفتوه، الجدار اللي بيقسم القدس عن الضفة الغربية. البيوت تحت كلها البيوت هاي اللي هي بتساوي تواصل بين جبل المكبر وسلوان، هذه معطينهم أوامر مشان يهدوا لهم بيوتهم. فيش عندهم طريق ليصلوا إلى بيوتهم نبني فيها، يعني اللي عنده دنم أرض بيقدرش يبني غير 60 متر، ومين عنده دنم أرض؟ يعني إحنا ضرائب غالية، يعني بيفرضوا ضرائب عالية على الناس، ممنوع يبنوا مشان تهجير الناس من الأرض. إلنا ومعنا أوراق فيها، معنا طابو تركي فيها. أجت الكيرن كيمة الإسرائيلية استولت على الأرض هيك بدون وجه حق، قالوا خلاص هذه مصادرة الأرض. تعال. بالنسبة للي بيبنوا بدون ترخيص في عدة مخالفات. مخالفة مالية بدفع فلوس لأنه بنى بدون ترخيص، وفي مخالفة سجن. يعني أنا انسجنت أسبوع، أبوي أجوا أخذوه بالنيابة عني، أبوي أخذوه من الساعة 5 أو 4 الصبح، أبوي زلمة كبير اختيار، أخذوه على السجن وقعد يوم بالسجن، رحنا روحنا. أنا انحبست أسبوع وبعدين أخذوا مني مخالفات ورحت لمحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا قالت لهم ليش بتعطوش ترخيص؟ وبعدين بعد محكمة العدل العليا برضه ما عطونيش ترخيص، وظلت البيت مضل مخالف، ممنوع أضيف عليه. يعني أنا بدي أجوز ابني، بعرفش وين بدي أحطه، حاليا ابني بده يتجوز، مش عارف وين بدي أبني له، مع إنه في عندي أرض بس مش قادر أبني فيها لأنه ممنوع. منطقة حساسة جدا، سياسية جدا، ومكدسة لقربها من المسجد الأقصى ومن حائط المبكى ومن البلدة القديمة بشكل عام. منذ سنة 67 لغاية اليوم لم يصادق على أي مشروع هيكلي ليعطي رد لاحتياجات السكان، احتياجاتها الأساسية، أنها تبني دار، تسكن في دار. فاضطرت الناس أنها تبني بشكل غير قانوني أو بشكل قانوني، لأنه هذا حق مبدئي وبديهي لأي شخص إنه يبني بيت اللي يعيش فيه. When they come in, when the police, they stop them under the door and they make picture. October 09, yeah, where are me? Why they not called me before? This law said they can't do anything in your house without ask you or speak with you. They can do it. And we will bet about the bulldozer and the soldier will be coming to demolish my home. The judge make the court, yeah, without you. We are people, we are homes, we are. If when they come in to take taxes, I will be, and I have a name, yeah. But when they come in to demolish my homes, it's unknown. Israel government and the municipality of Jerusalem against unknown. وين ابوك؟ مريم وين؟ انه بيتك انت جاي في النص، يعني مو هيك يعني مش عارف، يعني لا هو لجاي، لو جاي شوي الطف. بدها وقفه قويه، بدها لانه تعرف احنا وقفنا واكثر من اللي بنسويه. انا جابوا لي شاي من اول. لازم يصير هالميمة عشان الصحافه. نعم، انا حركه 70% من البيت هذا انا اشتغلته بايدي. تتذكر لما كانت، واليوم هنا احنا بنسكن فيه 8 أنفار. اليوم احنا
قاعدين في بيوتنا مش امنين. نعم. عدة سنوات صار له هذا البيت، كل يوم انا بتوقع حدا يجي يدق الباب على الباب. احنا قاعدين في بيوتنا امنين بس مش امنين. احنا مش امنين ببيوتنا، احنا قاعدين ببيوتنا بس مش امنين. نعم. استنى المقابله عشان احنا اتفرج شوف الجيش باسلحته على باب الدار واقف، شو ذنبه هذا؟ نعم. مباشرة يعني بدون ما نكمل ولا شيء، مجرد انه قدمنا طلب مشان رخصة. حكونا هاي ارض خضراء، هاي ارض مصادرة وممنوع تبني فيها، وهاي ملك دولة اسرائيل. طب هاي ارضي، هاي وراثة عن جد. تحت كانك بتحكي مع حيطة. هاي فكرة جنينة عبارة عن موضوع الكلام عن جنينة عبارة عن خدمة. يا سمح الله لو كان حصل موضوع الهدم راح هاي الارض وركام هذا البيت تكون عنواننا، راح نضل متمسكين فيه، راح احط عليها خيمة. اي شيء بدي اظل مثبت حالي هون فيه بجميع الوسائل. Due to my experience, I found that the work I am doing today is more effective than the bomb I placed in 1968. All European countries with the USA total support to the Israelis, so they are pleased. I say to the Israelis, usually I go and lecture in front of Israelis, I say to them, look, you can be pleased for the short time, but on the long run, you are going to lose. More desperation among us as Palestinians means more suicidals. Don't create the impression among us as Palestinians that we had been betrayed by the whole world. Because the day will come, we as Palestinians will not make difference between Europeans, Israelis, Americans. All of you for us are enemies. الهجمة ما هي على سلوان ولا حي البستان، الهجمة هي على كل القدس، على كل حجر بالقدس، على كل واحد بيقول أنا فلسطيني عربي أسكن في القدس. يعني إحنا مش مرغوب فينا بأنه نكون بالقدس، وإحنا بنقول إذا صراعنا هو وجود أو لا وجود فإحنا إن شاء الله موجودين كشجر التين والزيتون اللي بالقدس يا سيدي. ليش؟ لأنه إحنا هدفنا المركزي كان هو صمود السكان، إنه ما الناس تأخذ، إنه ما تتقدم محاكم، بيوتها ما تنهدم. فكرتنا كالتالي: العنصر الأول كل بيوت قائمة ولا بيت بيتم هدمه. العنصر الثاني، المبدأ الثاني، البيوت اللي هي عبارة من طابق واحد بإمكانها إنه تصل ل3 طوابق، يعني زيادة البناء. البلدية بتحاول تأخذ من هون بيت، بتحاول تجد نوع من الفساد عشان تخترق السكان. وأنا بدي أحكي لكم عن شغلة كثير مهمة، إنه الخيمة، وجود هاي الخيمة هو الحجر العثرة الأساس أمام بلدية القدس اليوم. والله أول شغلة طلبوها، إنه شو رأيك إنه الخيمة تتنازلوا عنها؟ إحنا بدنا زيادة بيوت، لأنه إحنا أولادنا بطل يتجوز واحد ب20 25 ب30 سنة صار يتجوز الواحد. بنحاول نحل صراع سياسي بأدوات قانونية. الأدوات القانونية هي بس بتساعد زي الخيمة، إنها بتعزز على الصمود، على البقاء، على إنه إحنا نستمر كمان وقت. إذا إحنا بنوقف بشكل واضح بالخيمة، يعني الدعم السياسي اللي موجود إذا كمل وقوي والخيمة قائمة وفيها فعالية تعطينا مساندة إنه كملوا بهالمخطط، أنا برأيي ممكن نصل لنتائج منيحة. هل ممكن احنا نتقدم في محكمة خارج المحاكم الإسرائيلية بالإضافة للمحاكم الداخلية هان حتى نفرض على البلدية قانون دولي أو قانون محلي؟ نقدر نتوجه للمحاكم الدولية، لكن شو مدى فعالية هذا التوجه وشو نتيجته هذا سؤال كبير. وهي أنت شايف الجدار مبني. صدر 47 قرار في مجلس الأمن بالأمم المتحدة بخصوص القدس لحد ال96. من ال96 لل2009 ما صدر أي قرار إلا قرار قبل 3 أيام. ف13 سنة كنا في سبات يعني بالمحافل الدولية. هي مسألة الديموغرافيا، يعني التعداد السكاني. هم عندهم بيجيبوا 2 3، اليوم صاروا المتدينين عندهم المتطرفين، وهم بيحاولوا يعملوا علينا برامج على أساس من إحنا نحد من موضوع النسل.
بنفس الوقت في مفاوضات نحاول نصل لشيء ما تهدمش. عرضوا علينا ووافقوا انهم يجمدوا اجراءات الهدم في البستان لغايه 15/1 كمرحله اولى، ما قدرناش نمددها عن طريق المفاوضات مع البلديه، راح نتوجه للمحاكم ونطلب التاجيل عن طريق المحاكم.